كارلوس كيروش واحد من المدربين اللي سابوا بصمة كبيرة مع منتخب مصر والشعب المصري، ومن وجهة نظري هو أفضل مدرب مسك منتخب مصر بعد فترة حسن شحاتة، رغم إننا ما كسبناش أي بطولة معاه ولا حتى صعدنا كأس العالم. بس الحقيقة الناس حبت كيروش لأسباب كتير، منهم إن المنتخب وقتها كان ليه شكل، وكنا قادرين نقف قدام فرق تقيلة قوي ونلعب قصادهم كورة. مصر في بطولة 2022 عدت من ساحل العاج بأداء، وعدت من المغرب بأداء، وكل مرة كنا بنشوف تطور في أداء المنتخب لحد ماتش الكاميرون صاحب الأرض. وساعتها كيروش عمل ماتش عالي قوي، مش بس جوه الملعب، لا ده كمان بره الملعب، ونجح في انه يحجم المنافس منتخب الكاميرون وبكاري جسامة. ولكن للاسف خسرنا في النهائي بركلات الترجيح قدام السنغال، والناس كانت حزينه لانك فضلت تتطور في البطوله دي بعد ما كنت بادئ وحش جدا قدام نيجيريا. على الناحيه الثانيه هيكتور كوبر اللي ناس كتير بتعتبره افضل من كيروش لسبب واحد بس هنجيله قدام، ولكن الحقيقه انا بشوف ان الفرق كان كبير بين الاثنين. كوبر في بطوله 2017 هيرفي رينارد مع المغرب عمل عليه ماتش كبير قوي في دور الثمانيه، وضيع كتير وكور في العارضه، ولكن مصر صعدت بكره طايشه الكهرباء. بعدها بتواجه منتخب ضعيف زي بوركينا اللي اقوى لاعب عندهم ارستد بانسي جه لعب في المصري بعد البطوله، وهم كمان يعملوا ماتش جامد عليك ويسددوا 24 تسديده، ولكن ربنا بيكرمك وبتصعد بركلات الترجيح عشان توصل للنهائي. النهائي اللي بتخسره قدام الكاميرون بعد ما بتتقدم في النتيجه، ولكن كالعاده بتبالغ في الدفاع. حتى بعد ما الكاميرون تعادلت الفرقه ما كانتش بتصنع اي خطوره، وكانك عاوز توصل لضربات الجزاء، ولكن فينسنت ابو بكر وسط 3 بيحط جول جامد قوي، وبتخسر البطوله بشكل سيء. نرجع تاني لكيروش اللي بعيدا عن جوه الملعب هو كان راجل ذكي جدا بره الملعب، وكان قادر يكسب الجمهور، ومفيش ولا مره حسينا في فترته باهلي وزمالك وانتماءات جوه المنتخب. ده غير انه كان بيقدر دايما يشيل الضغط من على لعيبته باحترافيه، وده على عكس فتره كوبر اللي كان كلها صراعات ظهرت بشكل واضح في ازمه حسام غالي، وده اللي خلى جزء كبير من جمهور الاهلي يكره كوبر. نيجي بقى للجزء الاهم وهو الصعود لكاس العالم، اللي بيخلي ناس كتير شايفه ان كوبر افضل من كيروش لانه على الاقل حقق انجاز وقدر يصعد لكاس العالم بعد 28 سنه غياب. ولكن حالا لما نبص على ظروف صعود منتخب مصر هتلاقي انك ما كانش ينفع ما تصعدش. غانا اللي كان المفروض هي اللي هتنافسك على الصعود كانت في اسوأ حالاتها، ومعاك اوغندا والكونغو اللي كانوا فرقه تعبانه جدا. كونغو ما هياش الكونغو ولا ميديم ولا حتى بتيه ولا سمول، زي ما اوغندا ما هياش الباندا، الكونغو ما هياش الكومبو. كل الظروف مهيئه عشان تصعد بكل سهوله. هتلاعب الكونغو، حصلت المجموعه في ملعبك وسط 86,000 مشجع، ولكن برضه بتحتاج لضربه جزاء مشكوك في صحتها في الدقيقه 94 عشان تصعد بشكل ما يطمنش ابدا. وقد كان بتروح كاس العالم تبقى تاني اسوأ فريق بعد بنما وتطلع بصفر كبيره جدا. على الناحيه الثانيه كيروش كان حظه وحش لان الصعود رجع تاني عن طريق مباراه اقصائيه، ومصر تاريخها مش احسن حاجه في النظام ده. يكفي ان اخر مره لعبنا مباراه اقصائيه للصعود لكاس العالم كان غانا 6-1. القرعه كمان بتوقعك مع السنغال اللي لسه كسبان منك بطوله افريقيا ومعاه جيل تاريخي مع المدرب اليو سيسي. قدرنا نفوز بصعوبه في مصر 1-0 عشان نروح هناك عندنا امل كبير قوي في الصعود، خصوصا ان منتخب كيروش كان بيقدر يدافع كويس جدا. ولكن ماتش العوده في السنغال اللي بالنسبه لي اسوأ ذكرى كرويه، اسوأ حتى من عنتر يحيى واسوأ حتى من ال6-1، بعد ما خسرنا 1-0 ورحنا ضربات الجزاء للمره الثانيه على التوالي ضد السنغال، بيخش كوليبالي يضيع اول ركله. قلنا خلاص هنجيب اول واحده ونركب نفسيا، والمره دي محمد صلاح بيخش عشان يشوط اول كوره ويدي الثقه لباقي اللعيبه عشان نتدارك خطا نهائي كاس الامم لما محمد صلاح كان هيشوط الخمسه وما لحقش. ولكن للاسف صلاح بيضيع اول كوره، وده نادرا ما بيحصل. بس السنغال بتدينا فرصه تانية ويخش تاني لاعب يضيع، والمره دي داخل زيزو اللي كان بقاله فتره كبيره قوي ما ضيعش ضربه جزاء وكان عامل ستريك تاريخي، ولكن لسوء الحظ هو كمان بيضيع. مصطفى محمد كمان بيخش يضيع عشان ماني للمره الثانيه على التوالي بعد نهائي كاس الامم يخش يسجل الركله الخامسه اللي تصعد فريقه كاس العالم. وده كان حزين جدا لانك حتى في تفاصيل ركلات الترجيح جالك اكتر من فرصه وانت اللي كنت بتضيعها. يعني التاهل كان في ايدينا وضاع بشكل يحزن. وللاسف انا شايف ان فريق كيروش ده لو كان راح كاس العالم كان قدم افضل بكتير من اللي قدمه فريق كوبر في 2018. نفس كاس العالم 2018 اللي عرفت فيه ان في مدرب اسمه كارلوس كيروش كان بيدرب وقتها منتخب ايران ومحطوط في اصعب مجموعه مع البرتغال واسبانيا والمغرب، ورغم كده كان بينافس لحد اخر دقيقه وقدر يكسب المغرب ويتعادل مع البرتغال وخسر من اسبانيا بصعوبه. وقتها اتمنيت يكون عندنا مدرب زي كارلوس كيروش اللي معاه لعيبه بجوده اقل وقادر ينافس بيهم منتخبات زي اسبانيا والبرتغال، وحتى المغرب اللي فاز عليها كان عندها اسماء اعلى منه بكتير. والقدر خلى كيروش بعدها ب3 سنين يجي يدرب منتخب مصر. ويمكن كيروش كان اقوى سي في لمدرب يمسك منتخب مصر من فتره كبيره. الراجل ده درب ريال مدريد ومنتخب البرتغال مرتين، والمره الاولى في 91 استدعى لويس فيجو في سن ال19 عشان يلعب اول ماتش دولي ليه تحت قيادته، وكمان كان مساعد السير أليكس في الفتره الذهبيه لمانشستر يونايتد. ولكن مهمته مع منتخب مصر انتهت بسرعه
بسرعه واسرع مما توقعت بكتير بسبب سوء التعامل من الاتحاد المصري اللي كان متردد في ان الراجل ده يكمل ولا لا. كان كلامه كله طريقه التعامل والكلام، مش دي اللي تخليني اقعد. ورغم فتره كروش القصيره اللي قضاها مع المنتخب الا انه ساهم في ظهور لعيبه كتير من غيره مسيرتها كانت هتبقى مختلفه عن اللي وصلت له. وكان اشهر مثال محمد عبد المنعم اللي مفيش مدرب في الاهلي فكر يعتمد عليه. الراجل جابه من فيوتشر، اداله الفرصه عشان الاهلي ياخد باله ان عنده لعيب جامد قوي عمال يطلعه اعاره من فريق لفريق، ويقرر الاهلي يرجعه، والباقي احنا عارفينه كويس. على الناحيه التانيه ما نقدرش نقلل من دور هيكتور كوبر وفترته مع المنتخب، لان الراجل ده جه في وضع صعب جدا وانتشلنا من الضياع اللي عشناه بعد فتره الجيل الذهبي. ولكن من وجهه نظري نسخه منتخب مصر كيروش هي افضل نسخه لمنتخب مصر بعد فتره الجيل الذهبي مع حسن شحاته. وفي النهايه دي وجهه نظري، ويا ريت لو تشاركونا بوجهه نظركم، شايفين مين احسن مدرب لمنتخب مصر بعد فتره حسن شحاته؟